يعتدون على احد بسكين. هناك محاولة طعن، هناك محاولة طعن. يبدو الشاب اطلقوا عليه بكتبه، اطلقوا عليه، اصابوه رصاصتين، اصابوه، اطلقوا، قتلوا الشاب على الهواء مباشرة. قتلوا الشاب، حاول ان يهجم بسكين، بالفعل قتلوه. ها هو لا زال على قيد الحياة. يبعدون مع الاسعاف، لا يسمحون للاسعاف بالاقتراب، لا يسمحون لاحد بالاقتراب. رصاص حي في كل مكان. افرغوا كمية كبيرة من الرصاص في جسده. اطلقوا عليه كمية كبيرة من الرصاص رغم انه كان على الارض، لم يشكل اي خطر، لا زال يتنفس. ولك اسمع، اطلقوا على واحد طخوه قدامنا، هي بصورته انا مباشر، جايب سكين هجم عليهم. شوف، رجع للفيديوهات وحطها بعجل، اطلاق نار على الشاب بجوز 20 رصاصه طخوه، مانعين اسعاف كرب عليه. انا ببث لايف، اتفرج على اللايف يا زلمه، وحط خبر، حط عاجل يمنع يمنعهم الاقتراب من الشاب المصاب. اطلق عليه 3 رصاصات حي. نحن شاهدنا شاب كان سكين صغيرة هاجم أحد الجنود، أطلقوا عليه رصاصتين في القدام، ومن ثم أطلقوا عليه مجموعة من الرصاص. لا نعرف، طخوا رصاص حي، يعني الزملاء يكونون رصاص حي. شو وضعه يا شباب؟ افتحوا يا عم عم نراه لا زال جريح، ما ينقله الاسعاف. الهلال الاحمر الفلسطيني يمنعون سيارة الاسعاف من المغادرة، يبدو انهم يريدون ان يعتقلوا الشاب. ها هم يطوقون سيارة الاسعاف، يمنعونها من الذهاب. يقولون صحفيين. حالة من الهستيريا اصابت الجنود، حالة من الهستيريا. يمنعون سيارة الإسعاف، هم ينزلون السائق من سيارة الإسعاف، يقومون باعتقال شاب في هذه اللحظة، ويريدون اعتقاله وهو مصاب. أنا أنزل السائق سيارة الإسعاف ويبدو أنهم يريدون أخذها. هم يعتدون على سائق سيارة الإسعاف وطواقم، ينزلون طواقم الطبية ويعتدون على طاقم الإسعاف. الجريح الآن داخل السيارة، لا يريدون لأحد أن يأخذ الجريح. التطور هذا يعني لم يكن متوقع. ها هم الشباب يكثفون من إلقاء الحجارة